بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. رجعت لكم تاني بيوم الخير ويوم الخزين الملوخية. يا نهار ملوخية ويا نهار خضار. النهاردة ان شاء الله هنخزن الملوخية بطريقة صحيحة وطريقة جديدة بطريقة مضمونة ومتجربة 100%. وانا قبل ما انزل الفيديو ده عاملاها في بيتي ومجرباها، فاعمليها وانتي قلبك مطمن وان شاء الله باذن الله هتطلع زي العسل. بس عايزه اقولك على حاجه، لو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو يا ريت ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش. تاني حاجه عايزه اقولك عليها، لو انت الخلاط بتاعك من الموديل القديم وسكنته مش حاميه بلاش تجربيها. انا بقول كل حاجه معاكم بثقه، لان انا السنه اللي فاتت عملتها بس كان الخلاط عندي سكنته مش حاميه قوي، فكانت مش متخرطه ناعم. فاللهم لك الف حمد وشكر، جبنا شفشق خلاط جديد واللهم بارك. طلعها معايا جميله جدا ومظبوطه وطبخت منها وجميله جدا، ان شاء الله هتعجبك. اول حاجه بقى هاتي لك كده كميه ملوخيه محترمه كده. انا امي ربنا يديها الصحه يا رب جابت لي الملوخيه دي من البلد، فلاحي وجميله وطازه زي ما انت شايفه اهي، وقطفتها لي. ربنا ما يحرمناش منهم يا رب، ومن امهاتنا واخواتنا وحبايبنا يا رب. فاللهم بارك، الكميه معانا كتيره ما شاء الله. بص هي مقطفاها لي، اللي سايباها لي كده الورده كامله علشان يبقى ليها عرق. الورقه ما شاء الله لا قوه الا بالله، جميله جدا وخضره وحلوه. فانت كمان هاتيلك شويه ملوخيه كده وتلم عليهم انت وحبايبك، انت وولادك، انت وجيرانك. المهم هاتيلك كميه كده حلوه بحيث ان هي تستاهل العمايل، وتعملي كام كيس فتريحك كام اكله. انا بقى طبعا جبت الملوخيه بتاعتي وقعدت اشطف بقى فيها مره واتنين وتلاته، واتعمدت ان انا اسيب لك الميه عشان اقول لك الناس اللي هي ما بتقتنعش تقول لك ده الملوخيه مرشوشه ميه او الملوخيه نظيفه. ده بصي ورقتها نظيفه، مهما كانت نظيفه بتنزل تراب. وحطيت معايا على البوتاجاز حله فيها ميه بس، ولا فيها سكر ولا فيها ملح ولا فيها ليمون ولا فيها اي شيء، ميه بيضه بس من الحنفيه. ولعت عليها البوتاجاز زي ما انت شايفه. وهاتك بقى يا غسيل في الملوخيه فم واتنين وتلاته، عدت عليها اكتر من مره لحد لما نزلت ميه بيضه معانا. لازم تتاكدي كويس جدا من غسيل الخضار بتاعك. انا طبعا في الاول خالص كل دوره غسيل او كل فم كده اغسله احط معاه شويه خل. مش هقولك سبتها 10 دقايق، لا انا بقيت اشطف كده بالخل واغسل حبه بحبه حبه بحبه على قد ما الطبق بتاعي ياخد. اهو هشطف مره واتنين وتلاته. انا من كتر العد ما شاء الله لا قوه الا بالله ما بقتش احسب دول كم فم يعني او كم مره غسيل. ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايزه اقول لك لو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو يا ريت ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش. اهي الناس اللي معاها اطفال صغيره، الناس الموظفه، الناس اللي مش فاضيه، الناس اللي معاها اطفال كده وبتلخمها وبتضايقها من تقطيف الملوخيه، هاتيلك كده كام ربطه كل سوق واقعدي عليها مره واحده، اعمليها وفرزيها وانتي واقفه في المطبخ كده بعد ما تغسلي المواعين. مش هتاخد معاكي وقت. وبصراحه الملوخيه بتتحب في الصيف لان خفيفه ولا فيها بقى تسبيكه ولا فيها حاجه، فبتبقى سهله في العمايل. هتطلعيها على شويه شوربه وهي متجمده وهي فكه خضرها، ولا بتسود ولا بتغير لون. بصي تنيتني اغسل فيها لحد لما نزلت ميه بيضه. ما تقوليش ده كميه كتير ده مش هتنزل ميه بيضه. لا 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 لا، تنك اغسلي فيها كده ونزلي التراب اللي فيها لحد لما تبقى معاكي الميه بيضه قشطه. هنزل بقى على قد ما الحله هتاخد اهي بالملوخيه بتاعتي. انت هتعملي فيها ايه؟ انا هسلقها. شفت زي ما بتسلقي ايه ورق العنب اهي. بص الخضر اتحولت بقى خالص. طب هي ليه خضرت؟ نزلت الماده الزرقاء اللي فيها دي، وهتحتفظ بقى دلوقتي بالقيمه الغذائيه اللي فيها، وبتحتفظ بالفوائد اللي فيها اهو. ولا عمرها هتسود منك، ولا هتضيفي كربونات ولا هتضيفي سكر ولا هتضيفي اي شيء. عن تجربه وبتكلم بكل ثقه لان انا مجرباها من السنه اللي فاتت، وما نزلتش الفيديو السنه دي غير لما جربتها. ورجعي كده الفيديوهات القديمه هتلاقيني برضو عاملاها السنه اللي فاتت بنفس الطريقه اهي. هتفضل معاكي خضرة من السنة للسنة من غير كربوناته ومن غير اي مواد حافظة خالص. هتفضلي بقى كده تحطي الملوخية بتاعتك في المية المغلية لحد لما تخلصي الكمية اللي معاكي بنفس الشكل كده. هغطسها كده في المية، غطسي وشيلي، مش هتسيبيها ولا دقيقة ولا اتنين، يا دوبك بس هي كده تتأكدي ان كمية الملوخية اللي انت حطاها في الحلة غطست كده في قلب المية المغلية. تقليبه وتروحي مطلعه خالص بالمصفى اهي. انا طبعا عشان اللهم بارك الكميه كبيره فما عنديش مصفى كبيره احط فيها الكميه، فجبت الصينيه اللي استانلس التانيه اللي عندي ورحت حاطه فيها الملوخيه بتاعتي. ولما احس ان الصينيه بقى فيها ميه هاخد الميه دي اصفيها في الحوض
كملي معايا الفيديو للنهايه ان شاء الله باذن الله هيعجبك وهتطلعي منه مستفاده. اهي مش هخلي بقى خالص ميه كده في الملوخيه في الميه، وهصفي الكميه كلها اللي معايا بنفس الشكل. طبعا عملتها على مراحل لان زي ما قلت لك الكميه معايا ما شاء الله اللهم بارك. دي بقى هتريحنا في العيد، في اي مناسبه، في الحر ما انتش قادره مكسله، هتطلعي لو بمرق الدجاج هتعملي شويه الملوخيه هتبقى زي العسل. هتجيبي كده الميه المغليه او شويه الشوربه اللي عندك، اي حاجه ايا كانت وسهله، وشويه بتنجان جنبها وكده، ونحمد ربنا اللهم لك الف حمد وشكر. ايه اللي هتجيبيه؟ هجيب حطك في شفشق الخلاط الاول عشان يلف معانا، مش عشان نخزن شويه ملوخيه ونبوظ الاجهزه. حطيت طبعا كوبايه ميه ساقعه في الشفشق، وهحط كميه الملوخيه معانا اهي. طبعا اللهم بارك ما شاء الله لا قوه الا بالله، خضرها تحفه. طبعا دي طريقه المصانع والشركات في الملوخيه. انا قاعده اهو زي ما انت شايفه على الطبليه وكانك موجوده معايا بالظبط، مفيش طبعا صوره على الطبيعه اكتر من كده. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا من الفيديو يا ريت ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وما تنسينيش دعوه منك، دعوه حلوه بظهر الغيب ان ربنا يصلح حالنا يا رب. اهو بصي الملوخيه ما شاء الله تخرطها كده ناعم كانك مخرطاها على المخرطه، ويمكن احسن كمان. هفضي بقى بالاكياس، المفروض كنت حطيت لك في طبق وافضي بالمغرفه، انا الصراحه ما حبيتش يعني ان انا اشيل واحط فيها من الكيس على طول في شفشق الخلاط. ودي انت شايفه قدامك اهو. اهو هسيب شويه كده في الخلاط، قلت اول مره كده اجرب عشان ما احطش ميه، احط كده يعني اسيب حبه ملوخيه بس، برضو في الاخر اضطريت ان انا احط حبه ميه ساقعه عشان الخلاط يلف. اهي لقيتها ما لفتش معايا، حطيت حتى شفشق الميه حطيت منها كوبايه الميه اللي بحطها، ما تقلقيش خالص، وهتاخدي منها بقى وتخزني كده وحاجه زي العسل اللهم بارك. اهي بصي في المعلقه جميله ما شاء الله، وتخريطها روعه، ولونها اخضر ولا هتسود، وتقعد بقى بدل السنه 2 و3. اهو هتاخدي بقى وتحطي في الكيس على قد ما هتستخدمي. يعني ممكن انا الكيس ده حطيت فيه كتير، ممكن انا هاخد منه لما تفك اقطع كده بالسكينه، اخد الجزء اللي انا هستعمله واشيل النص التاني في الكيس برضو واشيله في الفريزر تاني. في ناس بتشيلها بالورق بتاعها بتسود يا جماعه الخير، جربناها اسودت. مجرد ما تطلعيها دي عايزه تفرميها وعايزه كبه، حتى لو هتعمليها في الخلاط وتحطي معاها حبه الميه، بس ما ينفعش تتاخري عليها. اللي هي نهين، اللي هي اللي بتشيليها اللي هي بتشيليها ورق، مش بتفرميها او بتسلقيها. اللي بتشيليها ورق بتسود منك لو انت يا دوبك عايزه تطلعيها من الفريزر على الخلاط على الشوربه. يعني مثلا ما ينفعش تطلعيها من بدري تقولي على ما تفك او لا. لو هتقدري تعملي تفرزي تشيلي الورق الملوخيه ورق في قلب كيس وتشيلها في الفريزر وتعمليها بسرعه جدا، الخطوه دي تبقى سريعه معاكي جدا، ممكن ما حد ما يقولكيش المعلومه دي. بس لو انت سهيتي عليها مثلا ولعتي على حاجه، حد كلمك، جاتلك تليفون، جاتلك حد ورديتي عليه، هتسودي منك في لحظه. انما دي لو هتطلعيها من الصبح بره التلاجة كده في كيس في قلب طبق وسبتيه على الرخامه يفك معاكي ولا هيجرى لها اي حاجه. عشان كده بقولك الطريقه دي مضمونه ومجربه. هخلص بقى الكميه اللي معايا بنفس الشكل عشان ما اطولش عليكي الفيديو. عبيت معاكي الكام كيس اهم، وريتك ازاي مخلوطه في الخلاط وناعمه جدا. طب هتقولي الملوخيه لازم المخرطه، طب ما هي اصلا الملوخيه اللي الجاهزه اللي انت بتشتريها المصانع مش هيخرطوا بالمخرطه. اهي زي ما انت شايفه الكميه كلها معايا اللهم بارك، خضار روعه وتخريطه ناعمه. طبعا التخريطه بقى براحتك، عايزه يا دوبك تلفها كده في الخلاط براحتك وتعمليها كده زي ما انت عايزه. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا من الفيديو يا ريت ما تنسينيش باللايك والاشتراك